السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ عامل ايه؟ انا بكلمك انت اللي انت بتشوف الفيديو حاليا. حلقة النهاردة مهمة جدا جدا لكل الشباب، حتى لو كنت انت مدمن او تعافي من الاباحية او ما بتشوفش حاجة خالص. فالسؤال بتاع النهاردة بيدور في عقل ناس كتير جدا جدا، وبالاخص الناس المدمنة على الاباحية والعادة السرية. خلينا بس موضوع النهاردة هو يتكلم عن هل الاحتلام مضر للتعافي ولا مفيد. انا هحاول اجاوبك على كل الاسئله اللي دايما بتدور في دماغك عن الاحتلام وتاثيرها على الجسم والعقل، وهديك معلومه علميه وسهله الفهم. بس خلينا قبل ما اجاوبك على السؤال ديت اعرفك يعني ايه احتلام اصلا. الاحتلام ديت بكل بساطه هو ان جسمك بيطلع السائل المنوي اثناء النوم من غير ما تكون انت واعي، ما بتكونش انت في وعي. ده بيحصل طبيعي جدا جدا لكل الشباب، وساعات الموضوع ده بيحصل بسبب احلام جنسيه، او مش شرط تكون في احلام، ممكن يحصل عادي طبيعي جدا من غير اي احلام. تصحى من النوم تلاقي نفسك محتلم. باختصار جسمك بيعمل تفريغ طبيعي للطاقه الجنسيه اللي فيه، خصوصا لو انت متوقف عن ممارسه العاده السريه او ما بتعملهاش اصلا. بالنسبه للبنات الاحتلام ده بيظهر على شكل افرازات طبيعيه، وده جزء طبيعي جدا جدا من الجسم، بيكون مختلف شويه عن الشباب، بس الموضوع طبيعي جدا جدا ما فيش فيه اي مشاكل. خلينا نعرف ليه الاحتلام اصلا بيحصل للجسم. اول سبب، الاحتلام ده بيحصل نتيجة لتنظيف الجسم لنفسه. الجسم فيه هرمونات زي التستوستيرون عند الشباب، مع الوقت لو الجسم محتاج يفرغها بيعمل ديت أثناء النوم. وتاني سبب، الضغط النفسي والجنسي. لو مش بتعمل نشاط جنسي أو بتبعد عن الإباحية أثناء مرحلة التعافي، الجسم بيحاول يفرغ الطاقة ده بشكل طبيعي، حتى لو كنت ما بتعملهاش أصلا زي ما قلنا. والسبب التالت، في مرحلة النمو في سن المراهقة، فالجسم بينتج كمية كبيرة جدا من الهرمونات، وده بيخلي الاحتلام بيحصل اكتر. ممكن يحصل لك احتلام كل اسبوع مرة، كل اسبوعين مرة، ملهاش ايام معينة، على حسب حالة جسمك وحالة الحالة الصحية بتاعت جسمك. مفيش اي حاجة اسمها انك انت بترجع لورا لو حصل احتلام. ده مش زي العادة السرية. الاحتلام يختلف تماما عن العادة السرية، ده جسمك بس اللي بينظم نفسه. وساعات الاحتلام ديت بيحصل بسبب النوم العميق جدا او احلام جنسية، وده طبيعي جدا جدا جدا، ما تقلقش منه. انت متخيل ان في واحد مثلا زيك بيوقف العادة السرية لمدة اسبوعين مثلا، وبعد كده بيصحى الصبح وبيلاقي انه حصل له احتلام؟ ده مش رجوع للعادة السرية، بس جسمك بيقول لنفسه انا تمام كده. جسمك اللي بيقول لك انا تمام، انا ماشي في الطريق الصح، تمام، انت كده تمام. وده جزء طبيعي جدا من موضوع التعافي. كده احنا عرفنا ايه هو موضوع الاحتلام. نخش بقى على السؤال بتاعنا بتاع النهاردة، اللي هو الاحتلام وتأثيره على التعافي. دلوقتي السؤال المهم، هل الاحتلام بيأثر على التعافي من العادة السرية ولا لا؟ في ناس بتعتقد ان الاحتلام انك انت بترجع للعادة السيئة، لكن الحقيقة العلمية مختلفة. طبعا انا عايزك تشيل من دماغك خالص خالص انك انت لما بتعمل العادة، انك انت لما بتحتلم بتنتكس. دي مش انتكاسة. الاحتلام بيحصل طبيعي، ومش زي لما بتدوس على نفسك بالعادة السرية. الاحتلام بيحصل لك انت مش متحكم فيه، جسمك بينظم نفسه. تخفيف الضغط النفسي، لو انت بتمنع نفسك تماما فالجسم ساعات بيحاول يفرغ الضغط اثناء النوم. عندك التوازن الهرموني. الاحتلام جزء من نظام الجسم طبيعي لتنظيم الهرمونات الجنسية. بالعربي كده، لو حصل احتلام مش معنى كده انك انت رجعت لورا، لا، ده بالعكس، ده مؤشر ان جسمك شغال وانت ماشي في الطريق الصح، اللي هو موضوع التعافي، في طريق التعافي. ديت علامة من علامات التعافي، انك انت لما بتبدأ تحتلم ديت بيبقى موضوع انك انت بادئ في موضوع التعافي، ان جسمك بدأ يرجع لحالته الطبيعية. في حاجة مهمة جدا، امتى يبقى الاحتلام مشكلة؟ طبعا في حالات ممكن الاحتلام يبقى مزعج، لو حصل كتير جدا لدرجة ان هو بيأثر على نومك او حياتك اليوميه. لو هي بتسبب لك قلق شديد او احساس بالذنب، الحل هنا مش انك انت تحاول تمنع الاحتلام بالقوه، لكن ممكن انت تعمل حاجه تساعد في تقليله. ازاي؟ انك انت تركز على نشاط بدني قبل النوم، وحاول تبعد عن اي محفزات جنسيه قبل النوم، وعايزك تعمل روتين نوم منظم. ونصيحه مهمه جدا، اهم حاجه تركز على موضوع التعافي من العاده السريه، مش على كل احتلام بيحصل. الاحتلام ده زي ما قلنا بيحصل نتيجه من نتائج انك انت خلاص بادئ ماشي في الطريق الصح، وانك انت بادئ تتعافى من الموضوع ده. هديك شوية نصايح عملية للتعامل مع الاحتلام. لو حصل احتلام ما تزعلش ولا تحس بأي ذنب، لأن ده قلنا إن هو طبيعي جدا. أنا عايزك تركز بس على موضوع التعافي. مش معنى إنك أنت احتلمت تقول خلاص أنا كده تعافيت، لا، أنت لسه ما تعافتش. أنت ماشي في الطريق الصح، في طريق التعافي، بس أنت لسه ما تعافتش. عايزك تركز في موضوع التعافي.
تبدأ انت تعمل رياضة بشكل مستمر، وعايزك تنام بشكل منتظم وتدي لجسمك الراحة الكافية من 6 ل 8 ساعات كل يوم تنامهم، وتبعد عن اي حاجة تلهيك عن الافكار الجنسية اللي بتجيلك، لان ديت اكترها بيحصلها، لان دي الافكار ديت هي اللي بسببها بيحصل الاحتلام بكثرة. فعايزك تلهي نفسك وتشغل نفسك في نشاط بدني. ولو احتلامك بدأ يقل مع الوقت، ده بيدل ان جسمك اتعود على النظام الجديد للتعافي، فده موضوع ما تقلقش منه تماما. في النهاية الاحتلام مش مضر على التعافي، مش انك انت رجعت للعادة السرية، ده جزء طبيعي من الجسم. اهم حاجة انك انت تركز على التحكم في العادة السيئة وإعادة تنظيم حياتك بدل ما تحس بالذنب بسبب الاحتلام. ولكن موضوع حلقة النهارده، وشكرا لكم على المشاهدة. لو استفدتم من الفيديو يا ريت تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك وتعمل شير عشان غيرك يستفاد، لأنه موضوع مهم والدال على الخير كفاعله. خلي جسمك يتنفس طبيعي وما تخليش الاحتلام يحبطك. دي كانت نهاية الحلقة. شير للفيديو. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.